ديال الجهه. اليوم كان تنزيل لورش الجهويه المتقدمه. اليوم كاين تنزيل لمخرجات المناظره الوطنيه للجهويه المتقدمه. تم انشاء اليوم شركه لتعنى بالابتكار والرقمنه كما جاء في مخرجات المناظره الوطنيه، وكان حظيت جهه بني ملال الخنيفره بشرف تاسيس اول شركه بشارة طنجة الحسيمة. هذه المناسبة نشكر وزير وزارة الداخلية في شخص السيد الوزير اللي يدافع على ورش الجهوية المتمثلة، ولا بد أننا نتمين مخرجات المجلس الوزاري اللي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد بن نصر الله. كما شفتوا في المجلس الوزاري كاين جد غني بمجموعة ديال المشاريع، خاصة ما يتعلق بشق الجهوية المتقدمة. هذه مناسبة أننا نتقدموا بالولاء لصاحب الجلالة على دعمه لهذا الورش وتنزيل هذا الورش. وكذلك كما شفتوا بأنه الجهوية غادية في تطور. اليوم تم إنشاء هذه الشركة هذه، وكذلك إن شاء الله كاين شركات أخرى اللي سيتم إنشائها إن شاء الله لتسريع بوتيرة التنمية الجهوية للجهة. وكذلك عرفت الجهة اليوم أشغال الجهة الدورة الاستثنائية، المصادقة على الاتفاقية المهمة اللي الجميع ينتظر خروج ديالها إلى حيز الوجود، وتثنية الطريق الرابطه بين بجعد وخريبكا. اليوم وصلنا لواحد الاتفاق مع السيد وزير التجهيز ان غادي يتم تثنيه 10 كيلومترات من مدينه خنيفره، والباقي سيتم توسيع هذا الطريق على 9 أمتار ان شاء الله. غادي تكون هذه الطريق طريق رئيسيه، طريق غادي تؤدي الطريق اللي غادي يكون انفتاح على جهه الدار البيضاء الكبرى، وكذلك الانفتاح الكبير اللي غادي يكون على الجنوب الشرقي على جهه درعا تافيلات، وغادي تستافدوا منها ساكنه خنيفره. هذا الطريق ان شاء الله اللي غادي تكون الواقع ديالها ايجابي على ساكنه هذه الجهات كاملين. وكذلك كاين مشاريع اللي تعنى بالشباب، وكذلك كاين مشاريع المشروع الكبير والمشروع المهم. هذه المناسبه نشكر السيد الوالي على المواكبه ديالو الحرص ديالو على تنزيل منطقه لوجستيكيه لمدينه بني ملال. هذه ليست لمدينه بني ملال فقط، ولكن هذه منطقه لوجستيكيه لسائر الجهه ان شاء الله اللي غادي يكونوا فيها مشاريع مهمه. كما شفتوا الجهه دائما ضمن وصلب هذه المشاريع الكبرى. الجهه اقتنت العقار، الجهه ساهمت بمساهمه ماليه مهمه ان شاء الله للاشغال غادي تبدا ان شاء الله عام قاري. ونتمنوا هذه نداء المستثمرين ديالنا ديال الجهه انهم يجوا يستثمروا ويكونوا حاضنين لهذه المنطقه اللوجستيكيه اللي غادي تعطي واحد الدفع المنطقه ديال الصناعات الغذائيه. ونتمنى ان شاء الله ان هذه المشاريع تخرج لحيز الوجود. وهذا دائما تنقولوا بانه الجهه صلب وضمن مجموعه ديال المشاريع. وكذلك نتمنى كما شفتوا مداخله جميع الاعضاء اللي تيهضروا على المقاطع والمسالك الطرقيه. كما تعرف المسالك الطرقيه هي شرايين ديال الحياه. نتمنى ان من القطاع الواسع انه يتعاون مع الجهه ان شاء الله ويفرج على مجموعه ديال الاتفاقيات تم التوقيع ديالهم، مجموعه ديال الالتزامات ان شاء الله لتاهيل هذا النسيج ديال الطرقات اللي عندنا ونوصلوا للمعدل الوطني. راه جهه بني ملال الخنيفره اكدوها انها راه تحت المعدل الوطني. لازم اليوم اننا المطلب ديالنا اننا حنا نكونوا غير في المعدل، ما بغيناش نفوقوا المعدل، نكونوا في المعدل ان شاء الله. ويكونوا عندنا طرقات مصنفه في المستوى، عاد نمشيو للطرقات الغير مصنفه اللي تشيدها الجهات والمجالس الاقليميه والجماعات المحليه. نتمنى ان شاء الله ان هذا النداء يوصل للوزاره الوصيه ان شاء الله وتلتفت لهذه الجهه ديالنا. وشكرا.